السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا احلى متابعين في الدنيا؟ وحشتوني جدا جدا. عاملين ايه يا حبايبي؟ وحشتوني والله. كل سنة وحضراتكم طيبين، وبمناسبة شهر رمضان الكريم أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات. هنبدأ مع بعض النهاردة ان شاء الله رب العالمين في فيديو سريع وسهل كده زي ما حضراتكم شايفين. هنعمل مع بعض النهاردة تالت يوم رمضان، وهنعمل مع بعض حاجة حلوة كده بتاعت رمضان. هنعمل القطايف، وان شاء الله رب العالمين في فيديو ثاني هعمل معاكم الكنافه. انا يعني ايه، ما رضيتش اعمل القطايف والكنافه في فيديو واحد عشان يبقى الفيديو سريع وخفيف كده. فهي ايه، انا جايبه نص كيلو قطايف، ده نص كيلو قطايف، الطبق ده نص كيلو، ماشي تمام. وعندي هنا كده زي ما حضراتكم شايفين مكسرات عين جمل وفستق ولوز. عين جمل وفستق ولوز، لو في بندق كمان ماشي، بس هما الثلاث انواع دول موجودين. لو في سوداني ماشي تمام، بس انا ايه المكسرات دي استكفيت بيها، ما حبيتش احط سوداني بقى خلاص. اللي حابب يحط سوداني كمان ماشي، اللي حابب ما يحطش المكسرات دي ويحط سوداني بس حلوه قوي تمام. وبرده ايه زبيب وجوز الهند، اللي برده حابب يحط الحاجات دي تمام. يعني اي مكسرات عندك موجوده حطي منها، مش ايه مش هن يعني مش هنحدد حاجه معينه. وشويه كنافه كده ترسيهم بايديكي كده بشويه سمنه خفاف كده، مش تكتري السمنه ومش تحمريهم، تقطعيهم كده وتحطيهم، او ممكن تقطعيهم من غير ما تحطي عليهم سمنه ولا حاجه. قطعيهم بالشكل ده زي ما حضراتكم شايفين كده، وتحطي عليهم جوز الهند انا المكسرات دي زي ما حضراتكم شايفين انا قلت لكم الاول كده ان انا ايه، هي سليمه اهي، جبت الكبه وايه وفرمتها فيه، فكده ايه المكسرات قدامي هي متكسره، كل المكونات مع بعضها، المكسرات والزبيب والجوز الهند والكنافه كلها، والكنافه والقطايف. هنعمل ايه مع بعض كده ان شاء الله رب العالمين. اول يعني قبل ما نبدا، انا عملت ايه الشربات. انا هقول لكم انا عملته ازاي، هقول لكم الطريقه بس بسرعه. هو على البوتاجاز اهوت، حطيت كوبايتين 2 سكر، ليهم كوبايتين ميه. لو انت حابه يعني عايزه تحطي كوبايه ونص سكر، ليها كوبايه ميه، كوبايه يعني قد بعضه. في ناس بتكتر السكر شويه وتقلل في الميه، مثلا تحط ايه كوبايه ونص سكر وتخلي كوبايه ميه بس، بحيث ايه يغلي معاها بسرعه ويبقى تقيل جدا. انا مش بحب الشربات تقيل قوي وناشف كده، فبينشف القطايف معايا، انا بحبه طري شويه، فبحط ايه عايزاه يبقى طري ومظبوط وكويس، حطي الميه قد السكر ويغلي 10 دقايق بالظبط. ال10 دقايق دول هيخليك يديك القوام. عايزه تخليه خفيف سنه كمان، ممكن تخليه يغلي من 5 ل7 دقايق، يعني ما تكتريش، لان 10 دقايق هيتخن معاكي وهيتقل برده. انا اللي عايزه يبقى تقيل 10 دقايق، من 5 دقايق ل6 او 7 دقايق بيبقى ايه، بتقللي دقيقتين 3، فالشربات بيبقى معاكي خفيف. لما يبقى خفيف يبقى يديكي الايه كانت القطايف او البسبوسه تبقى طريه تمام كده. في حاجه تانية مكون كويس جدا انا عايزه اقول لكم، الحاجه دي بتخلي لك الايه الشربات طري وجميل، اللي هو العسل الجلوكوز. البطرمان ده بتجيبيه من عند اي حلواني، مش غالي ولا حاجه، ب 15 جنيه بس. هو هيظبط لك بصراحه يعني هيظبط لك الدنيا احسن من الشربات لوحده. انا خدت الربع كده يعني حطيت كوبايتين سكر وكوبايتين ميه ونص وعصره ليمونه، نص ليمونه بالظبط، وحطيتهم غليوا 7 دقايق زي ما قلت لكم، ما كملتش ال10 دقايق على البوتاجاز، وطفيت عليهم تمام كده وخلصت. وخدت بقى ايه حوالي ربع البطرمان ده، بعد ما الشربات استوى رحت حاطه ايه عليه العسل الجلوكوز. يبقى شربات القطايف او البسبوسه او الكنافه او الجلاش، عايزه اي من الحلويات دي يطلع كويس جدا، تحطي مثلا الربع عسل جلوكوز او الثلاث ارباع عسل عادي. عايزه تكتري في العسل الجلوكوز يبقى احسن واحسن، النص والنص. لو حطيتي نص ونص هيديكي نتيجه مظبوطه جدا جدا. انا حطيت ربع بصراحه، لان ايه شويه القطايف صغيرين مش كتير، مش عايزه ايه شربات كتير تمام. وعندي عسل نحل برده، حطيت معلقتين عسل. يعني بقى لو انت عملتي الثلاثه دول مع بعض، العسل النحل مع الشربات العادي اللي احنا بنعمله مع عسل الجلوكوز. طبعا كل الحلوانيين بتوع الحلويات بمعنى اصح، كلهم بيعملوا الحلويات، الكيك، بسبوسه، الكنافه، القطايف، الجلاش، كل الحلويات اللي بنقول عليها الحلويات الشرقي، الحلويات الشرقيه دي كلها بيعملوها بالعسل الجلوكوز ده، بتدي النتيجه الحلوه، وتلاقي الحاجه طريه وتقولي ايه الشربات مظبوط، جابوه ازاي؟ فهم عملوه بالعسل الجلوكوز ده. يمكن في محلات بتعمل ايه بتعمل عسل جلوكوز خالص، ما تعملش الشربات العادي بتاعنا ده. المحلات الكبيره يعني اللي هي بتبقى محلات فخمه وكبيره وعايزه النتيجه تطلع مظبوطه بتعمل كده تمام كده. يبقى احنا عرفنا اهم حاجه في الموضوع، عرفنا وصفه العسل، وصفه الشربات. شربات عادي معلقتين سكر على كوبايتين سكر على كوبايتين ميه، عليهم ايه يعني 3 معالق كبار، هنقول الربع 3 معالق كبار عسل جلوكوز تمام. بلاش عسل نحل بقى خلاص، لو ما عندكيش عسل جلوكوز ممكن تحطي عسل نحل مع الشربات. الشربات ده اساسي وبتحطي انت اضافات ماشي. وعرفنا المكسرات اللي هنحشي بيها والقطايف قدامنا. انا كنت بدات قبل ما ابدا معاكم الفيديو
وبدات ايه عملت شويه كده مع نفسي. بتجيبي القطايف اهي بتبقى مفتوحه كده زي الشكل ده. طبعا كل الناس ايه الوصفه دي على فكره مش لكل الستات البيوت اللي احنا زي ما بنقول الستات البيوت المحترفين اللي بيعرفوا يعملوا الحاجات بطريقه كويسه جدا يعني. مش انا اللي بعلمكم طبعا، انتوا عارفين كل الحاجات دي. الحاجات دي للمبتدئين، العرايس الصغننه بتاعتنا. بصوا اهي قفلت اهي من ناحيتين كده جميله جدا بالشكل. تتكي عليها كده تقفلي ايه القطايفايه كده. في عرايس صغنونه اول سنه جواز ليها عليها في رمضان، اول رمضان يجي عليها وعايز تعمل حاجات حلوه مش عارفه قوي ايه اهي بتتفرج بتتعلم مننا في الفيديوهات الصغيره الخفيفه بتاعتنا دي. ايه مش هتخسر حاجه ايه لما تتفرج، ممكن تستفاد بمعلومه وتبقى الموضوع سهل معاك. بصوا تمام كده. انا مش هطول معاكم الفيديو، انا عملت شويه قبل الفيديو قبل ما اقول لكم مقادير الشربات والمكسرات والحاجات اللي انا بعملها دي. عملت ايه كام واحده كده واوريكم بقى بالطريقه. بتحط المكسرات في النص وبتقفلي عليها ماشي تمام. هخلص الكميه وهرجع ايه اوريكم ازاي هنحمرها بقى ايه في الزيت ان شاء الله مع بعض. بصوا بقى يا حبايبي عملت الكميه كلها زي ما حضراتكم شايفين بالشكل ده. حشيتها كلها يعني وخدت شويه حطيتهم على الزيت على طول. هاخد بقيه الكميه احمرها في الزيت واوريكم بقى وانا بحطها على الشربات ازاي. بصوا بقى يا حبايبي اهو بعد ما انا ايه خلصت معاكم بالشكل دوت قليت القطايف كلها على البوتاجاز. بتقليها ازاي؟ بتحطي الزيت على البوتاجاز، زيت طبعا نضيف وزيت غزير عشان ما تنشفش معاكي. والزيت اول ما يقدح خالص تروحي حاطه القطايف وتحمريها على الناحيتين وتشيليها الاول في طبق واسع او بوله واسعه، وبعد كده تحطها في الشربات. ما تشيلهاش من الزيت على الشربات على طول بزيتها، صفيها الاول في مصفى من الزيوت اللي نازله منها كلها وتبقى ناشفه كده، والشربات يكون بارد. هي تبقى طالعه سخنه والشربات بارد وتحطيها على بعضها كده. طبعا الشربات انا عاملاه في اللبانه دي كده زي ما حضراتكم شايفين بارد. بصوا السمك بتاعه ولا تقيل ولا خفيف زي ما حضراتكم شايفين كده. وهحطه عليها كده بالشكل ده. ممكن يعني تحطي لحد ما تعرفي ان هي خلاص عايزه الكميه، مش شرط تخلصي الشربات اللي عندك كله. تقلبيها كده بالشكل ده زي ما حضراتكم شايفين بالمعلقه عشان تاخد الايه من الشربات بتاعها. تقلب كده ماشي. تقلب كويس جدا. وبعد ما تقلبيها كويس جدا عايزاها طريه خليها ايه في الهواء كده يعني مكشوفه كده شويه. عايزاها ناشفه ومقرمشه على حسب ما بتحبيها. في ناس بيحبوها ناشفه كده تقومي منها كده تلاقيها بتقرمش كده على بقى، وفي ناس بتحبها طريه والمكسرات والحاجات اللي جواها تبقى طرت برده كده تبقى طريه. اللي بيحبها طريه دي بيغطيها بحيث البخار فيه هي طالعه سخنه والعسل بارد بس برده ايه بحيث ان في بخار خفيف طالع منها كده، نغطيها بحاجه تبقى طريه. انا من الناس بصراحه اللي واولادي برده ما بيحبوهاش ناشفه قوي، بيحبوها طريه شويه فبغطيها. بعد ما بغطيها بقى ارصها في السرفيس ده هو وبألف هنا وشفا اللي هياكل. ويا رب الطريقه تكون عجبتكم. مع الف سلامه يا حبايبي. وما تنسونيش في لايك جميل كده زيكم، كومنت حلو كده محفز. اللي عايز يكتب لي حاجه في الكومنتات يكتبها، والمشتركش في قناتي ام التوأم سحر الريحاني يشترك. ومع الف سلامه. كل سنه وحضراتكم طيبين ومع الف سلامه.